رصاص هذه الساعة مش ناقص لهن. على ضيق ما مش حاجة وحيت ولا هبه. قوم نزل مسدس نتعلمها. أنا قلنا لهم يتعلموا طبخ رصاص وحنا نتعلم. أنا مسدس الطريق. ما تش يطلع. أيوة. ما أنت رصاص. ما رضيش يطلع. لما الناس يعبوا يركبوا الرصاص ويطلق بسرعة. عرضك. ما شكله مسدود العين شبه نطلقه. هذا الخرطة. الآن والاستعمال الله هذا شيء. والاستعمال مخمسة كمسدس. قلنا نجرب نتعلم نطلق الرصاص. وانت ليش شبشب كما تدخل حبة من حلقات. انا مسدود ما رضيش يفرد لي الرصاصة. والله مسدود انت ما كنتش دارين جالس تلعب بالمسدس. انا مقطعك بالي تلعب. الله بعد الرصاص بستو كلهن. ستر الله ستر الله ابني. هي عاد وش مسدس دفرة ثانية. الحين نتعلم والناس يتعلموا قارئ. يتعلموا يا قم اخرج امانة ما خاف منها تقم. يهال امانة عادهم. بعد الرصاص الحمد لله هذه المرة مع جئته. هذه المرة ستر الله ولولا ان الرصاص منع بس حاله مسدس كان مؤمن. الحين نخبيهم هنا. انا بالدنيا لهذا البلد. يلا خرجوا من الدنيا بهذا البلد عادوا يلعبوا مسدس. يا مسعد اسرع المطر جاء. مو بينا فجعك. انتو غلقت مالي خزننا ولا صادق هذا يكون قاجزع. على دحين جاي غدا. انا بوبا. ما بقول لك يقول لك المعذره منك معذره قادر يشتغل بعد اخر السحب. وهو كما ما سمعوكاش ما تقول. لما ما تشتغل تشتغل كما ما كنت انا معك الحج مقبل. اقول لك ما بقول له ابي ما خلينيش خلي جلس عنده ولا اشياء اطيعه ما اشتغل انا فليته باخر عمره ما معي بالدنيا هذه له. اقول لك تستطيع ابوك قطع عصا اشتغل وارمك لك بياش تتزوج لك بنت الحلا تخدمك انت وابوك. ما الخبر هذا صعب بس انا اكلمك ابي وابي قال. أنا فاقد لهان كل ما أشوف من الولاعة تجاهها. على مجنون حرق يده ويشرب بان شقارة كده نجرب نحرق يدنا ونشرب ما نكونش نخسر. هلا مو ما ضاش الله يدين. الله هذا مجنون هذا. الله لا تبصر لي ما اقوم احرق لي. هذا مجنون ما انا احرق ايدي. الزوجة يدبر الله. انت داري هنا طلبت الله عبادة. انا داري ان عبادة وطاعة الوالدين عبادة نفسي. اقول لك بطل هبالة وبكرك اشتغل بعد ابوك لقى حصل البيس بيده والله لا يفرح فرح يقول لك يا ابني ولا اشتغل. ما لا يقول لك والله ما هو راضي علي. اقول لك بكر اشتغل وبس ودي قال البيس ليدي وانت تبصر. ما لا خلص يلا على طول. خلاص يلا بكر عندي بالحين. تمام. وعامل البصيرة حق الحجمي. ما قاجاش ولا شيء. احنا نتصل له وهو له يشيل بصيره يوفي باقي البياس واحنا نديه له. ايوه اتصل له.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هيك هي البصيرة حقك هي عندي، انت تشتريه وفق باقي البياس وبزيته. خلاص على طول على طول، أنا طلب لك الحامل حقي وأدل عنك. خلاص خله يطلع غدوة ويدي البياس معه. خلاص يلا مع السلامة. يلا مع السلامة. نواه انت مو بابا. يا سلو ايدك مريح. لا مو طلب من الشيطان. لو حق الرصاص من تعمل لنا انا الرصاص كنا لما بزاك الرصاص الله انا باقي الرصاص. هي جي هاك نتفاهم جي كل ساعة تلا كل ساعة عاصي ما نجريش فرجع افعله. تدري لنا معنا تمشيش انت ولا بالرصاص مسدس تجاك. يا باش يطلع صيد. انت الصيد مش شرط تسوي هذا الرصاصية. قال لك الصيد عادي جنبها ناخذه. وين اللاقيه؟ كنا عنده. ما بش نعرف شو تجيبين يا. باقي الرصاص عليك ما يمشي عادي يصيح. عادي يصيح مكسور الناموس هذا. ارجع عافاك. أنا واحد هذا العيال اللي مع حدا الشيعية. يا صديق يا صديق أنا أقول لك كيف يا مكسور الناموس يا صديق. الله هذا قد حقنا. إيش هذا؟ كاي هو قاطع مني. عم أقول قطع خزانة أنا وياه. أنا عمل يصبح على نفسه طلع لي القاضي جزع. أبى جا القاضي خزن قبل عندي جا ما جاش خزن قبل أنا أوفر. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. إذا النقد اللي عندك تعين لي بيت. على طول أنا عين صادق وأرد له الخبر غدوة. يلا خلاص سابق، كمان أنا راكن عليك. ثواني تواصل على طول له. يلا متواصلين. ما لك إلا بيت. كما اشتاق من عشر قال الذي عم باغ القوة الوسط. راتر من أنت؟ هذا عامر الشيخ. والله ان كلام الحج مسعد صح، وانا مو بعلي اولي اشتغل وابي لما يبصر البياس ويفلح فلح، بعدها يقول لي والله اشتغل يا ابني. ملقى النقى بالزعلي ملقى هذا ناقص بالزعلي يلقى والله اني قلنا مرزوق هو نقص بيقنا نقى بالزقة تحزب لا يا عيون انا ما اقدر اشتري ب1000 قال والقتل معاه معي ايه. قال له قال وينه بيعتني عشان هو مجرب هنا قالوا مدري كم يقزع قلب البغت حق بحقه ويقزع كان ولا ايه؟ ما بلا الدرب عليه درب عليك وانا قولك تشرب بغت وانت رجع كذا قلمه. ما لو ولك دوركم بالبيت قل انه هو بالبيت والله انا مركز لك ان انت اليوم ضابح. القريه كلها قاعد تقول لك ضابح لما مو بينا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يا معامي قلم بقى اصحاب القضيه. لكن الشيء غدوة تبكر من حين وتراقب من بعيد سكتة. أي واحد ينزل يعوق قريب بس. شير. انت ما تجيش الضابح استشلع على جو امانه يخلي اللي هو سالي يذبح ولا صحيح. راسي الليلة مشوش على خضر الربع، سعد من خزن ودكا وقاته قات عود، خزنوا يا شعبنا يا حبايب واقربا، شوقاني شوق المخزن على جو البارود، بخار بالسعيد. الله يسلك، والله ما لما قال انتقم من سعد بن عمي جاي يقول لي سلاح. وبينك وحده من هذا. هو بقى انا نسمعه هذا والله شكل قتل قاعد يصير عليك انت جالس تهشرت. عندك في ذاك الإذاعة. اسمع نادي لك نكتة خليك تضحك. مين من نكته هذا اقول لك بواحد مقدم بعد العسكر يقولوا له اعترف ويقول لهم والله ما اعترف بحاجة انا بري والله ما اعترف لكم بحاجة. نعترف انه شنقاك العسكر يقولوا له كذا. قام يقول لهم ما شنقوني والله ما اعترف بحاجة اصلا انا بري. طلعوا من شنقهم وبعدها قال الشنق بعد ايش فعل يده كذا. بعدين العسكر صيح نزلوا والله الشيء اعترف صورته. بعدين نزلوا بعدين قال لهم العقيدة قال لهم ثم جاني قاكم خاموس. انا مع السلة علي الا انت صدقني حق الله. المطر قابل يجي. قدقنا قابل يجي. نرجع لنا نقجع. خلاص نرجع لنا ما انا تسلى على القلب الا انت ليش ما قال خلينا نرجع عليه القاع. طيب حق النكتة. المفتاح عادي نقيات. راعي كفي كذا جاي. خاصها رع
إياه. ما قد داود أنا رعالي غدتك شاع يا أبو يا أبو لو ما يجاوب شو قلقان مش قلقان هذا ما أبو بقى ماشي تمرتول والله مش داخل تغريز الله أبي شكله مقهور مني فقد هو مقهور مني. أنا داري إن أبي زعل مني لأن أنا فليت له بآخر عمره، فليت له بآخر عمره واللي أشتغل، بس هذا غصب عني مش برضاي. أنا فليت له يجري بعد لقمة العيش. يا زمان اللي يخليكني أقسي على أبي، سامحني يا باهي الظروف، سامحني. هذه الظروف خليتني أبعد عنه. متى يجي هذا اليوم اللي أغتري وروحي ما لا تخدمني وتخدمك بدل هذه الجعجعة؟ سامحني يا با، مش برضا. سامحك يا فا على البرنامج. حنا مساكين نفسك يا أبو. والله ما لا إله لما يرجع عاصي والده هذا وأعرف مكان يشتري من المسدس. والله من شكله أبي عدم مقارقة. أرجع أجلس لي ساعة بالشارع لما يرقد وادخل سكتة، ما بيش قدرة على الغار حقه. أنا بيمو يكون مشرف لما يجي يسمونه بحنار. أبوه معي كان 10,000 مخبأ وكخبأ لما محتاجه. جا وقته. قاسم وجيت منكم رافق قاسم قام معاكم انت الشيخ. ما كل الشيخ الدين من الفضاء قال سجل أصول المسكين بالقرية ومنه يهديني من شبه السن. قال يضيع المرافق قال حقه يحرس السن. ايوه. وقال اديله صبح وغداء وانت ما تكوني تطلعي له الصبح والغداء تمام؟ يا وكل شيء هذيك معنا أصول مسكينة مرة مسكينة بقرية ولا أصول مسكينة. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإنذار ليصلكم كل جديد على قناة إبداع وتميز. أمجد الجعفري، ستجدون ما يمتعكم. قناة إبداع وتميز، أمجد الجعفري.